إذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل. يعني شلون تريد تقنعني إنه هاي الإنسانة اللي هي الدكتورة بان زياد اللي سمعتها زينة، اللي عندها محتوى محترم على السوشيال ميديا تساعد الناس اللي عندهم أمراض نفسية أو تعب نفسي، اللي هي ماخذة دكتوراه بالطب النفسي، اللي هي قبل كم يوم كانت تسأل الناس على الدراسات العليا ببريطانيا، اللي قبل وفاتها بساعتين طالبة عطر من صفحة، اللي ودوها أهلها للمستشفى على الأساس أنه هي منتحرة، لكن أكو كدمات بوجهها، أكو كدمة مال خنق بركبتها، إديها 2 المقطوعات قطوع طولية ما طالعة العظام والعضلات، العظم والعضلة طالعات. ماكو إنسان يعني شلون أنا أقطع روحي منها بعدين أجي أقطع روحي من هنا؟ زين شلون تريدون تقنعونا إنه هاي انتحرت؟ زين إذا هي انتحرت الأهل ما عليهم أي آثار الفجيعة والفاجعة والأذى والظلم، كل هم الأم إنه تطلع تقول أنا ابني منزه، مثل هواي أمهات يعبدون الولد، ابني منزه، ابني ما مسويها، دمعة ما ذرفت على بنتها، أبوها يقول إنه بنتي بيها ديسك وبيها فقر دم. إحنا هبل، إحنا أغبياء، إحنا حمقى. والشيء الثاني اللي هو مشكوك بيه وحيل ألمني، أخبار إنه التحقيق انسد ورا يومين ورجع انفتح ورا ما صار ضغط شعبي. يعني إحنا كنساء حقنا ينوكل ولازم تصير قضية رأي عام حتى تجي تاخذ حقي، حتفتح التحقيق مرة ثانية. القسم اللي أنت قاسمه إنه أنت ما تترك شخص مظلوم بحاجة وما تترك مجرم برا السجن. هاي البنت انقتلت وأنا مستعدة أروح البيت الله وأحلف إنه هاي البنت انقتلت. اللي يصير هذا مو طبيعي، هاي كفرب، يعني كفرب ما الناس ما فاهمة شيء، لأنهم هذا الكفرب دا يستهزئ بذكائنا، يستهزئ بعقلنا. البنية انقتلت، نريد تحقيق، نريد نعرف إحنا كنساء مواطنات تريدون من عندنا ننتخب ونحطكم بالمقاعد مالتكم، إنه إحنا حقنا من ننقتل ينوخذ، ما يروح بواسطة وبوس عمك بوس خالك وبآيفون وما أدري شنو. نريد نعرف إنه إحنا ورانا قضاء عادل، تحقيقات عادلة، وإنه واحد ما ينام الليل ليحل القضية مالت قتلنا. ما معقولة إنه أرخص شيء بهالبلد نسوانه، ما معقولة. وتطلع على المنابر تقول المرأة نصف المجتمع والمرأة الجنة تحت أقدامها والمرأة إذا كتلة يطمطمون وراها. ماكو هيج حكي.